منتخب كوريا لا يرحم ولا يقدر ليه إلا المنتخب العراقي. صدمة وانهيار في الإعلام الأردني بعد الخسارة الكاسحة والكبيرة أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء. منتخب الأردن حرفيا كان مختفي تماما، ومنتخب كوريا بيتصدر وحيدا لمجموعته في تصفيات كأس العالم مونديال 2026، وحاليا بيستعد لمباراته الجاية. منتخب العراق بإذن الله بيصطدم بالمنتخب الفلسطيني، وعندك المنتخب الأردني بيخسر أول هزيمة ليه رسمية في تصفيات كأس العالم لما اصطدم بمنتخب تقيل اسمه المنتخب الكوري الجنوبي. بكل تأكيد عزيزي المشاهد اتفرجنا اليوم على مباراة الحقيقة يعني أغرب من الخيال. كان كل متابعين المنتخب العراقي متوقعين ومتيقنين ان المنتخب الاردني سينتصر وبالثلاثه على حساب منتخب كوريا الجنوبيه، بالاخص ان هم انتصروا وفازوا عليهم بالفعل في كأس الامم الاسيويه، وقالوا يعني هنكرر التجربه مفيش اي مشكله. ولكن صدمهم وفاجئهم بالفعل منتخب كوريا الجنوبيه بهدفين اروع من بعض، هدفين تيكي تاكا، هدفين في كره قدم حديثه بكل صراحه. منتخب كوريا الجنوبيه حاليا المباراه الجايه هيصطدم بالمنتخب العراقي العنيد اللي عنده مباراة اليوم أمام المنتخب الفلسطيني، يعني مباريات حرفيا ضرب نار. ومجموعة المنتخب العراقي والأردني والكوري مجموعة قوية جدا جدا جدا، وكل مبارياتها ممتعة. منتخب الأردن لم يخسر ولا مباراة، وهو ده اللي مزعل الإعلام في الأردن، إن هم قالوا يعني إحنا تأهلنا لنهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ، ومن التالي ومن المفترض ان تأهلنا لكأس العالم أصبح يعني مستريح جدا جدا، لأن انت وصلت لنهائي كأس آسيا، يعني انت من أفضل منتخبين في آسيا، أخدت الميدالية الفضية، وبالتالي قادر بالثلاثة انك تأهل لكأس العالم. هوبا في التصفيات تلاقي نفسك امام وحوش، واحد اسمه اسود الرافدين وواحد اسمه الكوري الجنوبي ومنتخب الفدائي، وليله كبيره من المنتخبات القويه حرفيا، ومش هيكون في اي تحيز تحكيمي زي كأس الأمم الآسيوية. وبالتالي دلوقتي المنتخب العراقي أعتقد هتكون مأموريته بقت أصعب بكتير، لأن هو مبارياته الجاية كمان صعبة جدا. بكل صراحة عزيزي المشاهد يعني كلنا تابعنا ولاحظنا وشفنا أن المنتخب الكوري الجنوبي مش هيفرط نهائيا في تأهله إلى كأس العالم من دور المجموعات أو من التصفيات اللي هو فيها حاليا. منتخب الكوري الجنوبي في تطور مستمر زيه زي المنتخب العراقي بالظبط، في كل مباراة برضه في تطور مستمر، ومستواه بقى أحسن بكتير من قبل كده. فهنشوف بالتأكيد مباراة قوية وصعبة في كل جولاتها. واعتقد ومن وجهة نظري لو مفيش اي نوع من التحيز التحكيمي، لا المنتخب العراقي هيتصدر كمان تصفيات كأس العالم، مش بس هيفوز او مش بس هيتأهل، لا ده هيتصدر كمان دور المجموعات. كل اللي علينا ما يكونش فيه تحيز تحكيمي، يكون في مباريات عادلة، مباريات حلوة، بالاخص ان المجموعة صعبة لوحدها ومش بحاجة لأي انواع من التدخلات الخارجية. اعتقد كده والله اعلم ان بعد المباراة دي منتخب الاردن عمال يتراجع، بالاخص من بعد ما اقالوا المدير الفني المغربي حسين عموتة اللي كان ماشي معاهم بسيستم وبطريقة مختلفة في اللعب، قدر يوصلهم لنهائي كأس الأمم الآسيوية لأول مرة في تاريخهم. ده بالنسبة لهم إنجاز. ليه؟ لأن هو الأول مرة في تاريخهم يوصلوا للنهائي، فبالتالي ده إنجاز. فدلوقتي كانوا زمان بيطلعوا دايما من دور المجموعات. لما مشي الحسين عموتة وراح الجزيرة الإماراتي، جه مكانه مغربي برضه، وقالوا إن إحنا ممكن يكون يعني ماشية معانا مع المغاربة، فقالوا ان احنا نتعاقد مع جمال السلامي، برضه مدرب بنفس حجم الحسين عموتة، يعني مدرب المفروض كبير، ولكن واضح ان الكيمياء مش ماشيه مع المنتخب الاردني، لان المستوى مش هو نهائيا، ولا طريقه اللعب بتاعه الحسين عموتة اللي كان ماشي معاهم زي القطر في كل المباريات، بيكسب وبيعدي